نروحوا نجوا عندكم، يا تسقموا رواحكم تلبسوا قميص محترم، يا نزيدوا نربحوا الماتش الثاني ثاني. القمصان نتاع الخميسات، عفوا الخميس بوسبير، واش اسمه الفريق اللي جا لعب؟ اسمه والله ما راني نمثل، والله غير نسيت اسمه. بركان. قبلها وليد صادي رئيس الافاف قال بانه حتى هذا التيشيرت يعني اللي فيه الخارطه تاع المروك نرفض ايضا ان يلبس لنا في المروك، نرفض ذلك لانه قانون، القانون يبقى قانون. يعني امام المناورات لقجع كان حاب بكل الطرق انه القميص يتلبس ويتلعب، ومن بعد تسجل له هو نقاط داخل المجتمع المروكي. ولكنه فوجئ بانه الراس الجزائري، قلت لكم البارح، الراس الجزائري يابس، والله العظيم ما تقدر تفوت حاجه بدون موافقتنا، بدون موافقه الجزائر، خاصه انه الموضوع عنده علاقه مباشره بالسياده الوطنيه. اولا القانون يرفض رسم الخرائط على القمصان الرياضيه، هذا شيء. الشيء الثاني انه القرار سيادي، لانه القمصان اللي رفضها ماهيش لافاف هي اللي رفضت القمصان، بالمناسبه اللي رفض القمصان هي جهات سياديه في المطار، يعني عندنا الحرس والامن اللي موجود في المطار رفض دخول مثل هذه القمصان. ثم لما احيل الموضوع على خبراء قانونيين قالوا بانه حتى هذا القميص لما يكون فيه شعار سياسي رياضيا مرفوض. لافاف اشتكت ووصلت الموضوع وصعدت الموضوع الى الفيفا، لليوم بعثت استفسار حول الموضوع، يعني ماذا يجري وماذا يحدث. طبعا